المذاق والمنظر كلشي مجموع في هذا. يلا معنا تصوبوهم. 250 غرام دقيق الفورس، 50 غرام ديال الحليب، 50 غرام ديال الزبده، 30 غرام ديال السكر سنيده، 5 غرام ديال الملحه، واحد البيضه، نص باكيه ديال الخميره انجل اللي كتخمر لنا دغيا، يعني 5 غرام. غنديروا العجينه ديالنا التعجن لمده 10 ديال الدقائق. نديروها في السلوفان 30 دقيقه. 2 تفاحات يكونوا حمرين، واحد لاباسين ندير فيها الماء، 4 كاس ديال الخل، نقطعوا التفاح بشرائح رقيقه. علاش درنا ليه الماء والخل؟ باش هاد التفاح ما يبقاش مقرمش. ونحلوه هنايا وحده وحده. العجين ارتاحت، غادي نسرحوها دابا. غادي نقطعوا باندات ديال 6 سنتيم في العرض و30 سنتيم في الطول. كل باندا غادي ندوز ليها واحد شويه ديال الكونفيتور. نستفوا التفاح ديالنا في النص ديال العجينه. خليو هاد النصف ديال التفاحه خارج برا، ردوا النص الثاني ديال العجينه. فوالا، نعاودو نزيدو ليه واحد شويه ديال الكونفيتور. نبويو الورده ديالنا، بسم الله. فوالا، كنزيدو شويه ديال السكر مع القرفه. خليناهم يستراحوا ربع ساعه. غادي ندخلوهم للفرن يطيبوا على 170 درجه. واحد الريحه فيهم كتطلع، يا سلام.